صار معك شلل النوم أو الجاثوم؟ طيب شو علاقته بالجن والشياطين؟ تعرف الجاثوم عاجز مؤقت عن الحركة مع هلاوس صوتية ومرئية، والخوف بيزيد لما تشعر بأنه في شيء ضاغط عليك وممكن يخنقك. انت بتكون واعي لكل شيء بيصير حواليك، بس ما بتقدر تعبر أو تطلب المساعدة لأنه ببساطة ما في سيطرة على العضلات. النوبة ممكن تستمر من ثواني ل20 دقيقة، وبحسب التقديرات 8% راح يعانوا من شلل النوم في مرحلة من حياتهم. طيب وين الجن بالقصة؟ لمئات السنين والناس بتعتقد انه الجاثوم مس شيطاني او تلبس جني، بس اطمنوا، كلها معتقدات خاطئة والسبب للآن غير معروف. ولكن الموضوع مرتبط بعدم النوم بشكل كافي او نوم غير منتظم، والنوم على الظهر كمان بيزيد منها. كل المطلوب منك ما تكافح عشان تطلع من الحالة، لأنه راح يزيد عندك الذعر. حاول حرك إصبع الخنصر أو إصبع القدم الصغير لإيقاظ الجهاز العصبي. غمض عيونك عشان ما تشوف أي شيء سيء أو مخيف، وخليك هادي.